يمكن إبريل كان شهر كله تعب. كان في ضغط كتير، وجع وصداع، وكان جواكي دموع محدش شافها، وأجلتي حاجات كتير كان نفسك فيها، وقلتي بكرة هعملها. وإبريل خلص وانتي ما عملتيش حاجة، ومايو جه. بصي بقى، انتي لسه هنا، قولي الحمد لله. لسه عندك قلب بيحاول، قلبك لسه بينبض، يعني انت لسه عايشة، يعني جواكي حياة. اوعي تفتكري ان انت كده خلاص. كفاية قوي بقى، وابدأي بقى من اول وجديد. الخميس ده مش مجرد اخر يوم في الشهر، ده باب صغير ربنا بيفتحهولك عشان تبدأي تاني. ابدأي حتى لو بخطوة بسيطة. صدقيني، حاولي تنامي بدري، ظبطي نومك، واحدة واحدة الدنيا هتظبط. النوم بدري ده هيعالج كل حاجة عندك. جربي تاكلي أحسن شوية، ما بقولش دايت، ما بقولش حرمان، بس جربي تاكلي أحسن شوية. جربي تقولي أنا حصلي الفرض بس حصلي بخشوع. جربي تحسي الصلاة، ما تقوليش رايحة أصلي، قولي رايحة أتكلم مع ربنا، رايحة فضفض، رايحة أفضي شوية من اللي عندي. والله هتدخلي وتخرجي واحدة تانية. جربي الإحساس ده. جربي وانتي ساجدة كده في الأرض تدعيله، اتكلمي معاه، قوليله على اللي في قلبك. جربي خطوة صغيرة، دعوة صغيرة في كل ركعة. شوفي نفسك كده، من امتى وانتي ما صليتيش بخشوع؟ من امتى ما دعيتيش ربنا؟ جربي، ودي اكتر حاجة هتصلحلك اي حاجة عندك بايظة. اهتمي بنفسك، دلعيها يا ست شوية، قولي لها حقك عليا. لما تصحي من النوم قولي لها صباح الخير. بلاش تصحي مكشرة، بلاش تقولي يا دي اليوم، بلاش تقفلي المنبه وتقولي انا زهقت، هو كل يوم شغل. احمدي ربنا، قعدة البيت من غير شغل دي بتقتل وتدمر. الفراغ بيقتل وبيدمر. ما تقوليش عندي ولاد ومدرسة في غيرك مش لاقي النعمة دي. احمدي ربنا على النعمة اللي انت فيها. اهتمي بنفسك قبل ما تنامي. خدي شاور، حطي برفان، اهتمي بيها. نضفي فرشتك، البسي حاجة نظيفة. قبل ما تنامي حطي كريم مرطب على ايدك. حاجات بسيطة والله هتفرق معاكي. وقبل ما تنامي سمي الله، قولي توكلت على الله. اقرأي اللي انت حافظاه من القرآن. لما هتنامي صح هتصحي تاني يوم صح، وقولي يا رب وكلتك أمري. جربي الحاجات ديت وانت مش هتخسري. حطي هدف صغير في شهر مايو كله هتلتزمي بيه. حاجة واحدة بس، همشي 10 دقايق في البيت حوالين نفسي، أو هنزل أمشي نفسي، أو هكافئ نفسي مكافأة بسيطة وأجيب لها مج شكله حلو، أو هقف قدام المراية واهتم ببشرتي شوية، احط لها كريم مرطب بس، مش عايزة اكتر. كريم مرطب. دلعي بشرتك وقولي كده بسم الله الحي القيوم، بسم الله البارئ. اضحكي لنفسك يا ستي، بلاش التكشيرة دي، بلاش الحمل اللي انت شايلاه. نزلي كتافك كده، نزلي كتافك واهدي. والله ما في حاجة تستاهل زعلك، بس انت جربي. مش لازم في شهر مايو تبقي أفضل واحدة. جربي تبقي حاجة واحدة بس، حاجة واحدة بس تصلحيها. اهتمي بضوافرك، والله لو اهتميتي بضوافرك وشعرك نفسيتك هتتغير. حاولي تبقي أهدى شوية، مش هتستفادي حاجة من العصبية. حاولي تبقي أهدى، تبقي حنينة على نفسك. بلاش تقسي عليها، بلاش تتعبيها، بلاش تقولي لها احنا عندنا مجهود جامد. بطلي تجلدي فيها وتقولي لها غلط صح، عملتي كده ليه، رديتي كده ليه، تصرفتي كده ليه. بطلي حزن، الحزن بياكل فيكي
ومش هيفيدك بحاجة، والله مش هيسيب غير اللي ربنا كاتبهولك. افرحي، اطلبي من ربنا السعادة، اطلبي من نفسك تسامحك، قولي لها سامحيني أنا قسيت عليكي. قربي لروحك، احضني نفسك، قربي لروحك، روحك تعبانة، قربي لها وقولي لها احنا هنبدأ، وقولي لها هنتغير، وقولي لها مش هنزعل على حد، اللي مشي مشي، احنا رقم 1. مايو مش محتاج ان انتي تبقي بنت كاملة او ست بيت كاملة بتأدي واجباتك مع ولادك وجوزك وحياتك رقم 1 كل حاجة صح، لأ. لو انتي مع نفسك بقيتي صح هتلاقي كل حاجة حواليكي بقت صح. ولو إبريل كان صعب عليكي، خلي يا ستي شهر مايو ده شهر ترجعي فيه لنفسك. احنا داخلين على الشهر اللي بعديه هيبقى نص السنة، نص سنة عدى بحلها وانتي الدنيا ماشية معاكي كده. جربي وبالراحة، وحاولي دخلي معاكي الورقة والقلم وأسماء الله الحسنى فعليها، وقولي دايما ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.